لو انت عندك مناسبة او خطوبة او فرح وعندك كمية كبيرة من الفراخ، تعالى اقولك على الطريقة السهلة البسيطة السريعة للكباب. ايوه، كباب الفراخ. هنعمل مع بعض النهاردة طريقة فراخ سهلة وسريعة تنفع معاكي في العزومات والافراح، وعايزة اقولك اكنك بتاكلي كباب بالظبط. هتجهزي وصفة الفراخ دي اكنك بتجهزي كباب، والطعم ما يفرقش حاجة عن الكباب. زي ما انت شايفة كده هنعمل كباب الفراخ النهاردة بطريقة سهلة وسريعة وبسيطة تنفعك في عزومات كتيرة جدا، وعايزة اقول لكم بجد خطيرة غير المعتاد اللي احنا متعودين عليها، وبجد في منتهى الجمال. اول حاجة هجيب عندي طبعا فرخة واقطعها 8 قطع بعد ما اغسلها كويس جدا بملح وخل وليمون. بعد كده هنجهز الخضار بتاعنا، عبارة عن 2 بصل كبار بالشكل ده كده، وبعد كده طماطمتين كبار، حبايتين من الطماطم، وبعد كده هضيف فلفل بقى رومي احمر او اصفر او اخضر المتوفر عندك، وبرده هضيف حبايتين، وهضيف كمان جزرتين. تقدري تضيفي الخضار اللي انت عايزاه. هبتدي اقطع الخضار اللي عندي زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده، البصل جوانح والطماطم مكعبات، مش هيفرق حاجه لو انت قطعتيها يعني تقطيعه كبيره كده مفيش مشكله، انا عايزه الخضار يبان بالشكل ده كده. قطعت هنا الجزر طرنشات زي ما انتم شايفين اهو، مفيش اسهل ولا اجمل من كده. قطعي الجزر بتاعك والخضار خشن مفيش مشكله خالص. وعندي حوالي 4 فصوص من الثوم. في الوقت ده بقى بعد ما غسلت الفرخه ونقعتها كويس جدا وصفتها وقطعتها 8 قطع، هجيب حله على النار واسخنها كويس جدا، وهنزل بالماده الدهنيه بتاعتي سواء زيت او سمنه او زبده. انا هنا ضفت زيت. هبتدي بقى اشوح الفرخه بتاعتي على نار عاليه. هنزل الفرخه كده في الزيت بعد ما قدحته كويس جدا وسخن عندي جدا. اضيف عندي حوالي نص معلقه من الفلفل الاسمر، وطبعا ليمون اسود مجفف، ورق لورا، حبهان رشه بتفرق جدا جدا في ريحه وطعم الفراخ، رشه جوز الطيب، وقرفه عيدان. عايزه اقول لكم بجد التتبيله دي خطيره. بعد كده هضيف عندي مرقه، سواء بقى مرقه خضار او مرقه دجاج المتوفر عندك، وبعد كده هنضيف البهارات المشكله، حوالي نص معلقه من السبع بهارات، ونص معلقه من الثوم البودر، ونص معلقه من البصل البودر، ونص معلقه من بهارات الفراخ، ونص معلقه من الكاري او الكركم المتوفر عندك. زي ما انت شايفه كده شوحي بقى البهارات مع الفرخه كده، وقلبي البهارات كده مع الفرخه وشم الروايح. عايزه اقول لكم بجد الريحه فظيعه وجباره. يعني عايزه اقول لك لو انت بتحبي الكبسه الطريقه دي تعجبك جدا جدا، قريبه من الكبسه جدا. زي ما انت شايفه كده بجد ريحه فظيعه. قلبي بقى البهارات بالشكل ده كده مع الفراخ زي ما قلت لك، وخلي الفراخ تتغلغل كده في البهارات، وشم الريحه الجميله دي وادعيلي. في الوقت ده بقى هضيف كده الخضار اللي انا قطعته معاكم، البصل والطماطم والفلفل والجزر، وطبعا ال4 فصوص من الثوم على الفرخه، وكل ده على نار عاليه. طبعا زي ما انتم شايفين هبتدي اقلب الفراخ مع الخضار بالشكل ده كده. عايزه اقول لكم بسم الله ما شاء الله الريحه بجد تحفه. شوحي بقى الفراخ مع الخضار بالشكل ده كده. عايزه اقول لك بجد بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، لو جربتيها صدقيني هتعتمديها على طول. كل اللي هيدوقها من ايدك هيطلب الطريقه منك، سهله وسريعه وبسيطه ومختلفه. بعد ما شوحتهم كده حوالي 10 دقايق على نار عاليه، هبتدي بقى اضيف نص معلقه كبيره من الملح زي ما انتم شايفين، واقلبها كويس جدا اهو بالشكل ده كده. شايفين الخضار بتاعي انا قطعته مكعبات كبيره علشان طبعا اما الفراخ تستوي ما يتهريش ويفضل باين معايا. في الوقت ده بقى هضيف نص كوبايه بس من الميه. الفراخ تستوي كده في عرقها كده مع نص كوبايه من الميه بالشكل ده كده، وابتدي بقى اغطيها على نار عاليه حوالي 10 دقايق بالشكل ده كده. زي ما انتم شايفين اهو كانت الفراخ بتاعتي غليت خالص ودخلت تقريبا في نص السوا. هبتدي بقى اهدي عليها البوتاجاز واسيبها حوالي ربع ساعه كمان لحد ما تستوي معايا تماما بالشكل ده كده. زي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله دخلت في السوا تماما. في الوقت ده بقى انا عايزه انشف الفرخه واديلها لون كويس جدا، يعني لون حلو كده اكنها مشويه بالظبط، ما احنا اتفقنا ان هي مش فراخ كباب. هبتدي بقى اجيب طاجن بايركس او صينيه المتوفر عندك، واضيف الفرخه فيه بالشكل ده كده واقلبها وادخلها الفرن يا دوبك بس 10 دقايق من تحت ومن فوق على الرف الوسطاني. مجرد ما تنشف من كل السوائل اللي فيها دي هشغل لها الشوايه 10 دقايق بالشكل ده كده، هتاخد لون وهتطلع معاكي تحفه وفي منتهى الجمال. وعايزه اقول لك ان انت لو قدمتيها جنب رز بشعريه من غير ما تدخليها الفرن بالصوص بتاعها ده كده، الصوص ده بجد خطير وبيفرق جدا جدا، وعايزه اقول لكم بجد في منتهى الجمال. وده كان شكل الفراخ بتاعتنا بعد ما قعدت حوالي ربع ساعه في الفرن على الرف الوسطاني. نشفت من تحت واخدت اللون القمر ده من فوق كده زي ما انت شايفه. ما تحسيش ان دي فراخ خالص. لو انت عامله عزومه كل اللي هيدوقها من ايدك هيطلب الطريقه منك. لو انت عندك فرح وعندك كميه كبيره من الفراخ تقدري تعمليها بالطريقه دي،
وعايزه اقولك الوصفه دي قد ايه صحيه جدا جدا وسهله وسريعه، تنفع جدا جدا مع الناس اللي عامله دايت. شايفين قد ايه الفراخ جوسي وطريه. وزي ما قلتلك لو انت عايزه تحطي صوص على الرز تقدري طبعا تقدميها كده مفيش مشكله خالص من غير ما تنشفيها في الفرن بالصوص بتاعها، بس انا بصراحه بحب انشفها شويه واديلها اللون القمر ده كده زي ما انتوا شايفين. شايفين الفراخ قد ايه طريه وجوسي. هنا بقى انا قدمتها جنب رز بشعريه، تقدري تقدميها جنب رز بسمتي ورز ابيض ورز بالخضار زي ما انت عايزه خالص. شايفين شكله شهي ولذيذ جدا قد ايه، حاجه في منتهى الجمال تشرفك جدا جدا لو انت عندك مناسبه او خطوبه كبيره زي ما قلتلك. حاجه كده قمر، كل اللي هيدوقها من ايدك هيطلبها. وصدقيني دي مش فراخ، دي كباب. لو انت بتحبي الكباب كده وعايزه تاكلي كباب تقدري تعملي الفرخه بالطريقه دي، هتحسي ان انت بتاكلي كباب ومن اكبر المطاعم. شايفين الريحه بجد جباره والخضار مستوي جدا جدا وحاجه كده في منتهى الجمال زي ما انت شايفه. قومي يلا جربيها وادعيلي، صدقيني هتعتمديها على طول. وده كان الفيديو بتاعنا النهارده. وطبعا لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك والشير والاشتراك في القناه وفعل الجرس على كلمه الكل عشان يوصلكم اشعار بكل فيديو. ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة، فهذا يدعمنا كثيرا.